بتحصل معانا مواقف توقف القلب، باب يتقفل، فرصة بتضيع، خبر يوجعك، وتقف تسأل نفسك ليه يا رب؟ اشمعنى أنا يا رب؟ اشمعنى؟ اهدى، اهدى، اهدى كده وافتكر، يمكن اللي ضاع منك النهاردة هو اللي كان هيدمرك بكرة. يمكن التأخير ده هو عين الحماية ليك. يمكن الوجع هو ده بداية خير اللي انت كنت مستنيه من زمان. عشان كده خليك فاكر دايما لعله خير، ورب الخير لا يأتي إلا بالخير. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ملك زمان عنده وزير، كل ما بتحصل حاجة يقول له لعله خير. في يوم الملك اتعور صباعه، الوزير قال له لعله خير. الملك اتغاظ وسجنه. بعد فترة الملك طلع رحلة صيد، قبضوا عليه ناس بيعبدوا الأصنام وعايزين يقدموه قربان، بس لما لقوا صباعه متعور سابوه، لأن القربان لازم يكون سليم. الملك افتكر ساعتها كلام الوزير، رجع طلعه من السجن وقال له دلوقتي أنا فهمت إن صباعي أو إن قطع صباعي كان خير ليا وأنا معرفش، بس أنت ليه قلت لعله خير لما أنت اتسجنت؟ الوزير رد عليه قال له أنا لو ما كنتش اتسجنت كنت هكون معاك وكانوا هياخدوني أنا قربان بدالك. فعشان كده بنقول يمكن الحاجة اللي وجعتك وإن الباب اللي اتقفل والشخص اللي بعيد عنك، كل ده ربنا شايل عنك بلاء أكبر. ربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. اطمن وقول من قلبك لعله خير. لو لمسك كلامي اكتب من قلبك لعله خير، وشارك الفيديو مع حد محتاج يسمعه. وأشوفكم على خير في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.